في الفيديو ده هقول لكم ازاي تطلعوا اي بقعه حبر موجوده في الملابس اللي عندكم بكل سهوله، سواء كانت بقعه الحبر بالشكل ده او بالشكل ده. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكملوا الفيديو مع بعض للاخر. سواء كانت بقعه الحبر بقى بالشكل ده مدوره او في هيئه خطوط، فالموضوع بيكون بسيط جدا. كل اللي بنحتاج بخاخ بيكون الضغط بتاعها كويس، وبنحط فيها كحول ايثيلي بتاع تعقيم الايدين، او اسيتون بتاع مزيل الاظافر، او التنر ده بيجي من عند اي حد موال. بنفضي اي حاجه من التلاتة دول في البخاخ، ودول افضل 3 حاجات هتقدروا تطلعوا بيها بقع الحبر من غير ما تاثر على الملابس او من غير ما تاثر على الالوان. اهم ما في الموضوع البخاخ اللي احنا هنملاها، اهم حاجه يكون الضغط بتاعها كويس. بقع الحبر من اسهل البقع اللي ممكن تطلع من الملابس، بس لو تعاملنا معاها كويس. والاهم ان احنا نحاول نطلع البقعه ديت قبل ما نغسل قطعه الملابس في الغساله، لان الميه بتثبت بقع الحبر دي اكتر. لو بقع الحبر بقى اللي موجوده في الملابس اللي عندنا على هيئه خطوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الموضوع بيكون بسيط جدا. بنجيب مناديل وبنحطها تحت خطوط الحبر ديت مباشر، وبعد كده بقى بنجيب البخاخ وبنرش مكان الحبر ده كده بشكل مباشر. ودي اسهل طريقه هتطلعوا بيها خطوط الحبر من اي ملابس عندكم. طب ليه احنا بنحط مناديل ورا بقعه الحبر؟ عشان زي ما انتوا شايفين كده، اول ما بنرش بقع الحبر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بتبدا تفرش في القماش، فالمناديل هنا وظيفته ان هو بيبدا ان هو يشرب الحبر ده. وليه برضه انا قلت بخاخ يكون الضغط بتاعه كويس؟ وده عشان لما الحبر بيفرش في القماش فبيخش ما بين النسيج بتاع القماش ذات نفسه، فبنعوز بخاخ يكون ضغطه عالي عشان يخش ما بين النسيج ويطلع الحبر اللي جواه. الطريقه التانيه بقى، وده بقعه الحبر لو كبيره، بنجيب اي حاجه فاضيه مثلا او في الحوض عندنا او الكلام ده كله، بنجيب برضو البخاخ وبنبدا ان احنا نرش بقع الحبر، وبنحاول نصفي الحبر ده على قد ما نقدر. ودي احسن طريقه هنقدر ننضف بقى بقع الحبر بعكس الطرق التانية، وكمان نتفادى مشكله ان ممكن بقع الحبر ينطر في اماكن تانية في الملابس. بنحاول نكرر بقى الموضوع ده كذا مره، نرش بقعه الحبر ونحاول نعصرها كده بايدينا، ونكرر برضو الموضوع تاني. عارف ان في ناس شاطره بتطلع بقع الحبر ديت بمعجون الاسنان او الديتول وحاجات تانية كتير او طرق تانية كتير، بس مش عمليه قوي ومش بتنفع في كل انواع القماش. في الاول وفي الاخر انا بحاول اقدم لك الطريقه الابسط اللي تنفع مع معظم الناس، اللي تقدر تجربها وتجيب معاهم نتيجه كويسه. وده شكل الحبر اهوت بعد ما صفيناه خالص من قطعه الملابس. كده احنا خلصنا بقى المرحله الاولى، اللي احنا حاولنا ان احنا نشيل بقع الحبر الزياده اللي موجوده في قطعه الملابس كلها. هنجيب بعد كده بقى الملابس هنفردها قدامنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وزي ما انتوا شايفين لسه بقعه الحبر سايبه اثر خفيف، وده هيكون سهل جدا انها تطلع معانا. هنجيب اي حاجه بقى فاضيه صغيره وهنحط فيها شويه ميه صغيرين. بعد كده هنحط فيها اي سائل غسيل ملابس احنا بنستخدمه، وبعد كده هنفضي عليهم شويه كلوركس الوان. الناس اللي دايما بتقول لي انت ازاي بتخلط الكلور بمواد تانية، يا جماعه في فرق ما بين الكلور الابيض والكلوركس الالوان. الكلوركس الالوان خالي تماما من الكلور، وده ان شاء الله باذن الله هعمل عليه فيديو تاني. بنقلبهم بقى في بعض كويس وبنحطهم مباشر على بعد الحبر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنجيب فرشة اسنان او اي فرشة ناعمة عندنا، وبنبدأ ان احنا ندعك بيها المنطقة اللي فيها بقعة الحبر. باكد عليكم تاني برضو، بقع الحبر بتكون سهل جدا ان احنا نحاول نطلعها قبل قطعة الملابس ما بتتغسل. في ناس بتكون معتقدة ان هي لما هتحط قطعة الملابس في الغسالة كده كده هتنضف. لا، هي مش هتنضف، لان معروف ان المساحيق ما بتطلعش كل البقع اللي موجودة في الملابس. بعد ما بنخلص بنجيب اي حاجة فاضية اهوت زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى ان انا احاول ان انا اشطفها في المية. مهم جدا برضو لو انتوا بتطلعوا اي بقعة موجودة في الملابس ان انتوا تحاولوا تعالجوها الاول، وتحاولوا ان انتوا تغسلوها وتأكدوا ان هي طلعت بالكامل قبل ما تحطوها في الغسالة. وده شكل القميص بعد ما خلص. ما تنسانيش بقى بدعوة حلوة وتعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا.